النهاردة مش هديكي بس تتبيلة حلوة، لا ده انا هديكي سر كمان من اسرار المطاعم وازاي بيضاعفوا الكمية. بس في الاول هنسمي الله ونصلي على الرسول الحبيب. ويلا كده نبدأ. معايا حباية واحدة من الطماطم، ومعايا 3 قرون فلفل، كانوا 2 رومي من الاخضر البارد وواحد من الحار. هنجيب 4 بصلات كده وسط وهنقطعهم بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. خليكم معايا وانتوا تشوفوا كل حاجة وهتشوفوا التفاصيل كلها بالشكل ده كده. قطعنا البصل، كام فص توم عليهم، هننزل بيهم في الكبة نفرمهم فرمة حلوة كده بالشكل ده. يلا بقى معايا كيلو الا ربع من اللحمة، وده كان كيلو الا ربع يعني 750 جرام. نزلنا عليهم بالحاجات اللي فرمناها كده كلها، وانا ما صفيتش حاجة ولا صفيت بصل ولا عصرت اي حاجة. وده السر بقى اللي بيزودوا بيه الكمية بتوع المطاعم. يعني مش هتحطي فول صويا ولا تحطي برغل ولا تحطي حاجة. رغيف عيش، وده كان رغيف عيش كبير تقريبا من اللي كان سعره 5 جنيه. يعني لو انت هتحطي رغيفين هتحطي رغيفين من اللي هو سعره 2 جنيه تقريبا كده. هتضربيهم في الخلاط كده من غير ما تبليه ولا اي حاجة، انت هتضربيه تفرميه في الخلاط بالشكل ده كده. وهو ده سر المطاعم بقى، لا بيحطولك فول صويا ولا بيحطولك برغل، عشان دي كلها تكلفة عليهم. هننزل كده بخلطة الحواوشي، وانا نزلت بكيسين بالشكل ده كده. التوابل بتاعتنا ملح وفلفل، مش هنحط اكتر من كده. وما تكتريش ملح عشان التوابل بتاع الحواوشي بيبقى فيها ملح. يلا بقى قلبي، ولو عايزة تاخديها فرمة تاني في الكبة مفيش مشكلة، بس انا استكفيت بكده. يلا بقى تعالي، وبتمن 3 من بره احنا هنعمل 20 رغيف. وعديهم معايا كده وانتي تشوفيهم. يلا نسمي الله ونبدأ. يلا هتبتدي بقى تاخدي كمية كده من اللحمة، ويا ريت ما تخليهاش تخينة ولا تخليها رقيقة، خليها وسط كده وحلوة معاكي عشان تستوي وتبقى كويسة. يلا بقى هنعبي العيش بتاعنا كله. وهنا كده كنت خلصت ال20 رغيف، وهنا كده بوريكي ادي 1 2 3 4 5 في 4 رصات ب20 رغيف بالشكل ده كده. ايوه كده ضعفنا الكمية وعملنا تتبيلة حلوة وطعمها حلو. ما صفيناش البصل، حطينا حباية من الطماطم تدينا طعم حلو. وصدقيني مش هتضطري العيش معاكي. يلا معلقتين زيت كبار، وانا بحب افرش كده ورق فويل على الصينية على الصاج، بتحافظ عليهم وما بيتحرقش. يلا بقى هنرص العيش بتاعنا بالشكل ده كده. اديها بقى دهنة سمنة من على الوش. انا تحت حطيت معلقتين زيت وفردتهم على الصاج كله. هنا بقى هديها اي نوع سمنة عندك انتي بتحبيه، اتهني وشها كده سمنة بالشكل ده كده. وهنكرر نفس الحكاية اللي عملناها، معلقتين زيت. وهنرص كده العيش بتاعنا باللحمة. ايوه كده. هنعمل الكمية كلها وندخلها الفرن درجة حرارة 200. هنشغل الفرن من تحت لحد ما تحمر، واول ما تحتاج لون من فوق هنشغل الشواية 2 3 دقايق وهتطلع بالجمال ده كده والشكل ده. الحواوشي كانت ريحته قلب البيت، حرفيا ريحته قلب البيت. بصي بقى على القرمشة وبصي على شكله الجميل. وهسيبك انت تجربي بقى الطعم. قدميه بقى مع طحينة، قدميه مع بطاطس مقلية، قدميه مع طماطم متبلة. اي حاجة تعجبك واي حاجة ولادك بياكلوها اعمليها. وهو ده الحواوشي بتاعنا وخلص. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.